لو عايز تعرف ازاي تبدأ 2026 ببداية جديدة، كمل معايا الفيديو للآخر. سنة جديدة داخلة علينا، إن شاء الله بإذن الله يكون كلها خير وبركة وسلام وسعادة تعم البلاد العربية كلها وبلاد الدنيا. احنا في بداية كل سنة بنبدأ نسأل نفسنا يا ترى ايه حققنا في السنة اللي فاتت؟ يا ترى عملنا ايه؟ وعادة هتلاقي حاجات قدرت تعملها وحاجات لسه ما اتعملتش، او حاجات انت ما قدرتش تعملها. بتبدأ تحس بإحباط وتبدأ تحس ان الدنيا، ياه ايه ده، الدنيا مش حلوة خالص وانا متضايق، وازاي عدت السنة اللي فاتت بالشكل ده، وازاي انا ما حققتش حاجة وما وصلتش لحاجة. حقيقي المشكلة مش عندك، المشكلة دي بتحصل عند كل الناس، كلنا بلا استثناء. بنبدأ كل سنة ببدايات وأحلام وأفكار جديدة، ومع الوقت يا إما بنلاقي الأفكار والأحلام دي قدرنا نوصل لجزء منها، يا إما بنلاقي إن في حاجات كانت صعبة علينا وما قدرناش نوصل لها. المشكلة ان احنا بنبقى متخيلين ان احنا عشان خاطر عايزين نوصل لحلم معين، فالوصول ليه هيبقى في طريق مستقيم كله علو كده، وان انا عمال اطلع فوق وعمال بحقق في انجازات وعمال وعمال. لا، الحقيقة الحلم اللي انا عايزة اوصل له ما بعرفش اوصل له فجأة. يعني في حاجة اسمها قانون التدرج في الكون. يعني ايه قانون التدرج؟ يعني كل شيء بالتدريج. مفيش حد بيوصل لأعلى درجة من تحقيق أحلامه غير لما بيمشي بالتدريج. طيب أنا حطيت حلم في دماغي وكل شوية بلاقي إخفاق أو بلاقي سد قدامي. أنت أثناء ما بتلاقي السدود قدامك أو بتلاقي المشاكل بتعوق الوصول للحلم بتاعك، أنت ساعتها بتشغل إيه؟ دماغك. بتفكر إزاي أتخطى المشكلة دي، بتفكر إزاي تعديها، بتفكر إزاي تحلها. واثناء ما انت بتفكر ازاي تحلها وتعديها، ده بيزود مهاراتك، بيزود قدرتك على ان انت تحل المشكلات اكتر، بيزود خبراتك، بتبدأ تسأل، بتبدأ تدور، بتبدأ تفهم. فانت اثناء الرحلة بتاعت الوصول للهدف واثناء الاخفاقات اللي بتحصل، انت بتتعلم وبتزود المعرفة بتاعتك. فما تزعلش ان انت لقيت نفسك ما وصلتش للهدف الكبير اللي انا عايزه اوصل له. ما تزعلش لان انت في مرحلة بناء المعلومات وبناء النوليدج اللي انت محتاجها عشان خاطر توصل للهدف نفسه. فانت لو قعدت راجعت نفسك كده وقلت لنفسي طيب انا مثلا كنت عايز اوصل ان انا افتح المشروع الفلاني، بس المشروع معرفتش افتحه او فتحته بس هو لسه بيخسر. انت عمال بقى بتعمل ايه دلوقتي؟ بتدرس هو ليه بيخسر، هو فين المشكلة، بتزود خبرتك اكتر، بتفهم اكتر عشان خاطر تساعد نفسك عشان خاطر توصل للحل. وده ممكن يخليك حذر بعد كده في ان انت ما تاخدش اي اجراءات غير لما تكون دارسها كويس، علشان خاطر انت جربت ان انت تبدأ في حاجة او تمشي في سكة وانت مش دارسها كويس، فبدأت تلاقي مشاكل بتقابلك. انا دلوقتي داخل على 2026، ايه المطلوب مني ان انا اعمله علشان خاطر ابدأ سنة جديدة كده احس فيها بتفاؤل، واحس فيها ان اللي جاي احسن، واحس ان انا بعمل حاجة؟ اهم حاجة تدخل بيها 2026 هي ان انت تكون واثق من نفسك، ان انت تقدر توصل لأي حاجة نفسك فيها، وان الموضوع مش محتاج منك غير ان انت تثق في نفسك، تثق في عقلك، ان انت تدرس الحاجة اللي انت عايز توصل لها كويس، ان انت تسأل اهل الخبرة عشان تقدر توصل للحاجة دي، ان انت تجمع معلومات صح عن الحاجة دي بحيث ان انت تقدر توصل لها. خد بالك، الوصول لأي حلم بيحتاج دراسة، بيحتاج فهم، بيحتاج معرفة. فما تستخسرش في نفسك ان انت تفهم وتتعلم علشان توصل للي انت عايزه، وتوصله فعلا بالطريقة اللي انت تبقى راضي عن نفسك بيها.
لو عايز تعرف ازاي توصل لأهدافك وتفهم نفسك وتفهم شغفك، اسأل على كورس من أنا. كورس من أنا هيعلمك انت مين، شغفك ايه، ازاي توصل له، ازاي توصل لأهدافك. اكتب لنا كومنت في من أنا، أو ابعت لنا رسالة فيها من أنا، وهنبعت لك كل التفاصيل.